اكله المزاجنجيه. اصحاب القلوب الضعيفه ما تدخلوش، عشان دي مش مجرد لحمه كده وخلاص، من احلى حتت اللحمه اللي جوزك بيتمناها وانت لحد دلوقتي ما بتعرفيش تعمليها. هنوريكي ازاي تعمليها وايه التكنيك اللي هيطلعها تحفه عشان تطلع احسن من المطاعم. وبعدين ادعي لنا بقى. يلا نوريكم الطريقه. السلام عليكم حبايبنا في الله. معانا كيلو لحمه. ما قلتيش وحشتونا. كروتي بقى كروتي، ما وحشوكيش؟ لا وحشتوني. انا اقدر يا مؤمن. طب ما انت اللي ما قلتيش. اهو معانا كيلو لحمه، بس مش اي لحمه. انت بتنزل بالترجمه عشان يخمنوا. لحمة راس. طبعا احنا غسلينها كويس. هنحطها في ميه مغليه من غير اي توابل. بعد ما بدات تخرج الزفاره على الوش هنغير الميه ونغسل اللحمه كويس. بعد ما غيرنا الميه هننزل فيها ببصله، طماطمايه، ورقتين لوري، معلقه فلفل، ولمسه قرفه صغيره جدا، ما تكتروش عن كده، شويه صغيرين بهارات لحمه. نسمي الله بقى وننزل باللحمه بتاعتنا وهنغطيها لحد ما تستوي. وقبل ما تستوي بشويه هنبقى نحط الملح. وبعد ساعه تقريبا اللحمه استوت، لان هي من جزار كويس واللحمه صغيره. وطبعا من الحاجات المهمه قوي انكم تنقوا الجزار بالذات في لحمه الراس. اهم حاجه يبقى جزار نظيف وضامنينه. شكلها تحفه وريحتها تحفه. هي الصراحه ريحتها بجد فعلا تحفه. كانها لحمه. هنسمي الله بقى ونقول لكم هنعمل فيها ايه. الطعم النهائي اللي هيديكوا طعم لا يعلى عليه. في طاسه على النار هننزل بمعلقه زبده، ولازم تبقى طاسه ما بتلزقش. هننزل بقطع اللحمه بسم الله. هنسمي الله وننزل ببصله متقطعه جوليان، معلقه فلفل اسود، رشه خفيفه ملح، ونص معلقه صغيره بابريكا، ونص معلقه كزبره. هنوطي عليها ونغطيها. كل 3 دقايق نديها تقليبه. وبعد ما خلصنا تحمير فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه التحفه ده، حطينا عليها شويه بقدونس كده لزوم تزيين. ايوه. وعلى فكره بحسهم بيدوا طعم كده. ولو عايزين بقى طبعا في الطبق ترانشات طماطم كده بتدي شكل جامد جدا. كل ده الشكل التقديم بس. ايوه. انما لو انتوا بس اللي هتاكلوا ما تزينوش عادي، كلوا على طول. بصوا، اللي هيقول ياي وإفيه ويع استنى برضه. عارفين ليه؟ عشان تتعلم وتعملها لجوزك. هقول لك على حاجه، انا من الناس اللي كنت بقول عليها ياي ومش هاكلها ومش عجباني ومش حلوه. بجد والله من الناس اللي ما كنتش بحبها نهائي. عارفه يا ماما ليه؟ عارفه أيوة. ليه الاكلات دي بتطلع مش حلوه؟ عشان الناس ما بتهتمش بيها صح، وعشان الناس مش بتعملها صح. مجرد تكات بسيطه قادره تخلي اكتر حد ما بيحبهاش يحبها. وعلى فكره احنا جربناها كتير في ناس. بصوا، هي لحمه الراس عباره عن لحمه عاديه جدا. ايوه. بس هي محتاجه اهتمام شويه. اديها اهتمام تديك جمدان. لا وهقول لك على حاجه، نفس الناس يعني انا عن نفسي ما كنتش بحب لحمه الراس، يعني بقرف منها، ورغم كده انا هو الشخص اللي كان بياكل ممبار. بس اقول لك على حاجه يا ستي، هنديها ان في ناس كده ما بتحبهاش وخلاص. بس فعلا لو جربتوها بالطريقه دي هتدمنوها بجد وهتعجبكم. هترجعوا لها دايما. وحتى لو انت ما ادمنتيهاش انت مش مشكله، اعمليها لجوزك الغلبان اللي نفسه فيه. ايوه هيدمنها برضه. عيب بقى، عيب. بدل ما يروح يدور على واحده تعملها له. للدرجه دي؟ قلب الراجل فين؟ في معدته بالظبط، يبقى يدور. جربوها تدمنوها ودمتم سالمين. ايه ده؟ ثانيه بتضحكي عليا؟ انا ما دوقتهاش. انا عارف طعمها بقى ليه كتير صراحه، يعني احنا بناكلها. هو بص اقول لك على حاجه، هو بس عايز ياكل وبس. طب والله العظيم مزيكا، بس ناقصه سنه ملح. نحط لها ملح. ودمتم سالمين والى اللقاء. رعايه الله.